بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله لنا اللقاء الثالث في قصيدة رسالة إلى صديق قديم لعبد اللطيف عقل في الفكرة الثالثة. لنبدأ إن شاء الله طبعا لتحليل هذه الفكرة، ولنبدأ بداية بقراءة الفكرة أو المقطع قراءة جهرية. وأحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت بها القبل، وأحمل في خلاياي الذين بحبهم قتلوا، ومن بترابهم ودمائهم جبلوا، من اعتقلوا ومن صلبوا فما تابوا، ولا عن عدلهم عدلوا، ومن عزلوا فما ملوا عذاب سجونهم أبدا، بل إن غرامهم مللوا، ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا ولم يصلوا. وأحفظ في شرايين الذين عيونهم أمل، سلاحهم الحجارة والدفاتر، والحب الذي في سرهم حمل، فلسطينية أحزانهم في الدرس إن ردوا وإن سألوا. الآن لنبدأ بالمرادفات. أحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت. الشرايين طبعا هي مفردها كلمة شريان، وهو عبارة عن أنبوب ينقل الدم من القلب إلى الجسم. أحفظ في شرايين الأحاديث اللي هي طبعا القصص والأقاويل التي باحت، يعني ظهرت وصرحت، ممكن نقول طبعا صرحت وباحت بها وباحت بها القبل. ومقابل هذه الكلمة طبعا أخفت، مقابل هذه الكلمة أخفت. نجيب بس قلم. إذن أحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت يعني صرحت، أو ممكن تكون بمعنى ظهرت، ومقابل هذه الكلمة أخفت بها القبل. القبل هي جمع قبلة، وهي يعني من التقبيل. وأحمل في خلاياي الذين بحبهم قتلوا، ومن بترابهم ودمائهم جبلوا. كلمة جبلوا بمعنى خلقوا، والمادة المعجمية لهذه الكلمة من مادة جبلة. ومن اعتقلوا أي أصبحوا قيد الاحتلال أو في يد الاحتلال. اعتقلوا منهم من يعتقل ويحاكم، ومنهم من يعتقل اعتقالا إداريا، وهكذا. ومن اعتقلوا ومن صلبوا فما تاب. صلبوا بمعنى شبحوا أو بمعنى أعدموا من مادة صلبة. ولا عن عدلهم عدلوا. ولا عن عدله طبعا تابوا كمان عندنا بمعنى رجعوا. ولا عن عدلهم عدلوا أي العدل بمعنى الإنصاف والاستقامة، وعدلهم أي بمعنى رجعوا عنه. ومن عزلوا يعني سجنوا في سجن انفرادي أو أبعدوا عن أوطانهم. فما ملوا يعني ما تعبوا عذاب سجونهم أبدا أو ما كرهوا. بل إن غرامهم مللوا بمعنى سأم، وهي من مادة مللة. ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا. ذواتهم بمعنى يعني أهلهم زوجاتهم، عشقا يعني حبا، ولم يصلوا. وأحفظ في شرايين الذين عيونهم أمل، سلاحهم الحجارة والدفاتر، والحب الذي في سرهم حملوا، فلسطينية أحزانهم في الدرس إن ردوا وإن سألوا. هذه بالنسبة لمرادف الكلمات الموجودة عندنا التي ذكرناها، هاي مرادف الكلمات. لنأتي الآن إلى اللي هو طبعا الشرح في الأبيات. لنأتي إلى الشرح. يقول الشاعر: أحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت بها القبل، أي أحفظ في دماء شرايين هذه الأحاديث التي صرحت بها القبل. وأحمل أيضا في خلاياي في أعضاء جسدي أيضا حبا كبيرا لهذا الوطن وللذين استشهدوا. الذين يعني للذين، المقصود بها يعني المقصود بها هم الشهداء. المقصود بها هم الشهداء. المقصود بهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. إذن واستشهدوا بتراب ودماء هذه الأرض. طبعا من بترابهم ودمائهم جبل يعني خلقوا من هذه الأرض وتطبعوا وانسجموا بها. ومنهم أيضا من اعتقل ومن صلب فما تابوا. إذن من هؤلاء منهم من استشهد في سبيل هذا الوطن، منهم أيضا من اعتقل وصلب وشبح، ولكنهم لم يتوبوا ولم يتراجعوا عن حب هذا الوطن.
ولا عن عدلهم عدلوا، أي برغم المعاناة التي عانى هؤلاء الذين إذن هؤلاء الذين طبعا لم يتراجعوا عن حبهم لأوطانهم برغم من اعتقالهم، برغم من صلبهم وشبحهم، ولا عن عدلهم عدلوا، أي أن بالمقصود بها أنهم لم يتراجعوا عن طريق الجهاد في سبيل هذا الوطن. أيضا منهم هؤلاء منهم من عزلوا وبعدوا عن أوطانهم، ومنهم أيضا من سجنوا سجن انفرادي. هؤلاء برغم كل هذه المعاناة فما ملوا عذاب سجونهم أبدا. ليه؟ لأنها كانت في سبيل الوطن، بل إن هذا السجن وهذا العذاب تحول إلى غرامهم، ولكن هذا الغرام كان به ملل وسأم. طبعا الكثير منهم قلنا شرد وبعد عن وطنه، بعد عن زوجاتهم، ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا، يعني هناك من بعد أو أبعدوا عن زوجاتهم وعن أهلهم ولم يصلوا. أحفظ في شرايين الذين عيونهم أمل. إذن أيضا هو طبعا يداوم على حب هؤلاء الذين يضحون من أجل الوطن، الذين بعدوا عن أبنائهم وبعدوا عن زوجاتهم وبعدوا عن أحبائهم. وهناك أيضا منهم، يقول الشاعر، هناك منهم من اعتمد على سلاح المقاومة بالحجارة وبالدفاتر وبالحب. إذن سلاحهم ماذا كان؟ كانت الحجارة وكانت الدفاتر وكانت الحب، يعني 3 أشياء كانت سلاحهم به. إذن هو سلاحهم كانت 1 الحجارة، 2 كانت الدفاتر، 3 الحب الذي في سرهم حملوا كل طبعا أحزانهم من أجل فلسطين. إذن هم دافعوا عن فلسطين بحجارتهم، بدفاترهم، بحبهم. العلم فأحزانهم كلها من أجل من أجل فلسطين، حينما يجيبون وحينما يسألون. إذن قال لي الحب الذي في سرهم حملوا فلسطينية أحزانهم في الدرس إن ردوا وإن سألوا. إن ردوا يعني بمعنى إن أجابوا، يعني إن أجابوا حين يجيبون وحين يسألون. ويقول الشاعر لصديقي: تريد يا صديقي مني بعد ذلك أن أترك هذه الأرض العظيمة وتضحيات أحبائي المضحين من أجلها. هذه بالنسبة لي اللي هو شرح المقطع. إذن أحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت بها القبول. لو لاحظنا هنا طبعا التي باحت بها القبول، ما ننسى إنه كلمة التي أنت هذه اللي هي الاسم الموصول في محل اللي هو طبعا نصب نعت، عشان احنا عندنا كلمة الأحاديث. أحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت. كلمة الأحاديث هنا نلاحظ أنها جمع. ما نوع الجمع هنا؟ بقول هذا جمع تكسير، ولكن هذه الكلمة صرفت لأنها معرفة بأل. لأنها معرفة بأل. أحفظ في شرايين، يعني هو شبه الشرايين بالصندوق أو بالجهاز الذي يحفظ. شبه الصندوق أو الشرايين بالصندوق أو الجهاز الذي يحفظ ماذا؟ يحفظ الأحاديث التي صرحت بها القبل. وأحمل في خلايا الذين بحبهم قتلوا. وأحمل في خلاياي الذين بحبهم قتلوا. نلاحظ هنا طبعا عندنا في إيجاز بالحذف في هذه العبارة. لو يجي يقول لي قدري المحذوف هنا، بقول له أحمل في خلايا الذين بحبهم للوطن. أحمل يعني بدي أقول للوطن، هي الإيجاز بالحذف. خلينا نكتب الجملة: أحمل في خلاياي الذين بحبهم للوطن قتلوا. يبقى هي أنا عندي قدرت المحذوف. وبنلاحظ كمان إنه عندنا الأفعال أو الفعل قتلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال به والجماعة، والفعل نوعين هنا فعل مبني للمجهول. مبني للمجهول. هذا بيدل على مدى الارتباط، هذا بيدل على شدة ارتباط هذه الأحاديث يعني في الشاعر وفي ذاكرة الشاعر، وأنه لن ينساها أبدا. دلالة على أنه هذه الأحاديث لن تنسى أبدا. إذن أحفظ في شرايين الأحاديث التي بحث بها القبل، دلالة على أن هذه الأحاديث لن تنسى أبدا. يعني إنه مش نسيها، هو حطتها في صندوق، حطتها في في حافظة محفوظة،
ومن بترابهم ودمائهم جبل. ومن بترابهم ودمائهم يعني فطروا أو بمعنى خلقوا. ويقصد أيضا هنا برضو الشهداء، يقصد برضو هنا برضو الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن. ومن بترابهم، من هنا يا بنات؟ طبعا هذه أنت من هنا موصول، يعني الذين بترابهم، يعني هنا من لو قال لي ما نوعها بقول له موصولة بمعنى بمعنى الذي. من هنا موصولة بمعنى الذي. ومن بترابهم ودمائهم، ومن جبلوا بترابهم ودمائهم. بنلاحظ أيضا الأسلوب اللي هي فيها برضو أسلوب التقديم والتأخير. شرايين الأحاديث التي باحت بها القبل، نلاحظ ينطق الأساليب اللي موجود عندنا هنا. هذا أسلوب طبعا اللي هو خبري، أسلوب طبعا خبري غرض فائدة الخبر. طبعا ضربه ابتدائي لأنه ليس يوجد أي مؤكد من المؤكدات. أحمل في خلاياي الذين بحبهم قتلوا. كما ذكرنا أنه هنا قلنا إجاز بالحذف، يعني أحمل في خلاياي الذين بحبهم للوطن. هي قدرنا قدرنا المحذوف. ومن ناحية الأساليب فهذا الأسلوب أيضا تقديم وتأخير. أحمل في خلاياي الذين قتلوا بحبهم. هنا أسلوب تقديم، يعني أسلوب قصر تقديم ما حقه التأخير للتخصيص والتوكيد أو للتخصيص والأهمية. ومن بترابهم ودمائهم جبلوا، قلنا برضو المقصود بها طبعا هم الشعراء الشهداء. ومن اعتقلوا ومن صلبوا فما تابوا. أيضا من هنا ينطي كل هذه بمعنى اسم موصول. برضو هنا اسم موصول، برضو اسم موصول عشان لما يسألك يقول لك ما نوع من، تكوني عارفة نوع نوع من. يعني المقصود أنه ولا عن عدلهم عدلوا، أي المقصود بهم أنهم لم يغيروا طريقة الجهاد أو لم يغيروا منهجهم في الجهاد. ومن عزلوا أيضا برضو، ومن عزلوا برضو هنا برضو اسم موصول. يسألني أيضا بقول لي ما نوع ما هنا، بقول له ما هنا نافية. فما ملوا عذاب سجونهم أبدا. أبدا هذه طبعا إعرابها ظرف لما يستقبل من الزمن. هنا أبدا اللي هي إعرابها ينطق اللي هي هنا يعني ظرفية للزمن المستقبل، للزمن المستقبل أو لما يستقبل من الزمن. بل إن غرامهم مللوا. عندنا ما ننساش إنه بل هنا للإضراب. برضو عندنا هنا بل إن غرامهم مللوا. هنا برضو هو خبري للإضراب، أسلوب خبري طبعا إضراب. طبعا بل هنا ماذا تفيد؟ بقول لي تفيد أنها إلغاء حكم ما قبلها وتثبته لما بعدها. هنا بتفيد بل إثبات، يعني إلغاء حكم ما قبلها وتثبت ما بعدها. بل إن غرامهم مللوا. وإن هنا ما ننساش إنه أيضا إن هنا برضو توكيدية، إذا برضو أسلوب خبري مؤكد بإن. إن غرامهم يعني زائد في إن، أسلوب خبري طلبي مؤكد مؤكد بإن. ومن وصلوا ضمير ذواتهم، برضو من ما ننساش إنها برضو بمعنى الذي، برضو اسم موصول، هي برضو بمعنى بمعنى الذي. ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا. لو سألني عشقا وقال لي ما إعراب عشقا، بقول له طبعا هنا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. ولم يصلوا. ما العلاقة بين وصلوا ولم يصلوا؟ ما العلاقة ما بين وصلوا ولم يصلوا؟ طبعا هذه العلاقة بينهما طباق سلب. العلاقة بينهما طبعا هنا طباق طباق سلب. وأحفظ في شرايين الذين عيونهم أملوا. أحفظ في شرايين الذين عيونهم عيونهم أملوا. طبعا لو سألني أيضا بقول له عيونهم هنا مبتدأ، عيونهم هنا مبتدأ وأملوا خبر المبتدأ. ما ننساش اللي هي الضمير فيهم، بتقولي طبعا هم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. سلاحهم الحجارة والدفاتر. ما ننساش أيضا برضو سلاحهم برضو مبتدأ وهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، والحجارة خبر المبتدأ، والدفاتر لأن الواو هذه أنطي واو العطف برضو اسم معطوف
مرفوع بالضمة. والحب الذي في سرهم حملوا. لو جينا لكلمة الذي طبعا هنا اسم موصول، وسألني وقال لي ما إعراب الذي، بقول له اسم موصول مبني في محل، اللي هو طبعا في محل رفع نعت، اللي هي الذي. فلسطينية أحزانهم في الدرس. فلسطينية هنا طبعا هنا برضو فيها أسلوب تقديم، وتأخير. المفروض يقول أحزانهم فلسطينية في الدرس، يبقى فلسطينية ينطي هذه برضو اللي هي خبر مقدم، وأحزانهم مبتدأ مؤخر. إذا أحزانهم مبتدأ مرفوع بالضمة، وهم في محل جر مضاف إليه، وفلسطينية خبر المبتدأ. كلمة فلسطينية لو سألناها فلسطينية وقلنا هذه المعنى أو المسمى والمعنى الصرفي لهذه الكلمة فلسطينية، طبعا هنا هي مصدر صناعي. والمصدر الصناعي يا بنات طبعا نفرق ما بينه وبين الاسم المنسوب، أن المصدر الصناعي لا يمكن أن يعرب نعتا. المصدر الصناعي لو أعرب نعت طبعا ما بتكونش اسم اللي هي مصدر صناعي، لأن المصدر الصناعي لا يمكن أن يعرب نعت. عشان هيك احنا شفنا فلسطينية هي خبر خبر مقدم. إن ردوا وإن سألوا، طبعا النوع برضو الأسلوب عندي هنا أسلوب شرط، إن ردوا وإن سألوا. والعلاقة بين ردوا وسألوا أيضا طباق إيجاب. إذا عدلهم وعدلوا، المحسن البديعي بينهم ينطي هي جناس ناقص. إذا العلاقة بين عدلهم أو المحسن البديعي عدلهم وعدلوا، جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الآذان. أيضا لو لاحظنا كمان العلاقة ما بين عدلوا وعزلوا، برضو راح نلاقيها برضو جناس ناقص العلاقة بينهما. الآن وصلوا ولم يصلوا، العلاقة بينهما هي طباق سلب لتوضيح المعنى وإبرازه. وعندي في إن ردوا وإن سألوا، ردوا وسألوا أيضا طباق، ولكن هذا نوعية الطباق طباق إيجاب. إذا تعرفنا سر جمال الطباق سواء السلب أو الإيجاب، فهو سر جماله توضيح المعنى وإبرازه. تعرفنا على الأساليب، أيضا تعرفنا على المحسنات البديعية، سنتعرف على الصور الجمالية، منها ذكر ومنها الباقي موجود هنا. أحفظ في شراييني، هنا استعارة مكنية، شبه الشاعر الشرايين بالصندوق أو الجهاز أو الكتاب الذي يحفظ الأشياء. الأحاديث التي باحت بها القبل، استعارة مكنية، طبعا شبه الشاعر القبل بالإنسان الذي يبوح بالأحاديث. والذين بحبهم قتلوا، هنا كناية عن موصوف، وهم الشهداء الذين قتلوا وهم يدافعون عن أوطانهم. ومن بترابهم جبلوا، هنا كناية طبعا عن شدة تعلقهم وانتمائهم القوي بالأرض فلسطين أو بأرضهم فلسطين. أيضا نفس الصورة في أحفظ شراييني، قلنا استعارة مكنية برضو شبه الشرايين بالصندوق أو الجهاز الذي يحفظ الأشياء. الآن الصورة في عيونهم أمل، هنا تشبيه بليغ، شبه عيون الثابتين على أرض الوطن بالأمل، والصورة هنا توحي بالتفاؤل. فما ملوا عذاب سجونهم أبدا، هنا مجاز مرسل، علاقته محلية، أطلق المحل اللي هو السجون، وأراد السجانين الذين يعذبون الأسرى. بل إن غرامهم ملل، طبعا شبه حب المعتقلين لسجونهم، والذي تحول إلى غرام كأنه الملل بعينه. هذا طبعا سر جمال التوضيح، وتوحي بالتحمل والصبر على معاناة الأسرى. سلاحهم الحجارة والدفاتر، هنا كناية عن بساطة أسلحتهم وقوتها المستمدة من التحدي والعلم، ولكن لها تأثير قوي. دائما سر الكناية بنات الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. فلسطينية أحزانهم استعارة مكنية، شبه الأحزان بإنسان يحمل الجنسية الفلسطينية، طبعا سر جمال التشخيص، وتوحي باعتزاز الشاعر بوطنه فلسطين. نلاحظ الآن أن كلمة فلسطينية عندنا قلنا هنا مصدر مصدر صناعي، وهذه يا بنات طبعا لما نيجي لإعرابها فلسطينية راح نلاقي إعرابها اللي هو خبر مقدم، وأحزانهم مبتدأ مؤخر، وهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وهذه حالة من حالات تقدم الخبر على المبتدأ جوازا. ولكن كيف أنا تستطيع أني أنا أفرق ما بين المصدر الصناعي
وبين الاسم المنسوب طبعا لا يمكن المصدر الصناعي أن يأتي في الإعراب أن يأتي نعتا، لا يمكن في الإعراب المصدر الصناعي أن يأتي نعتا. الآن نتعرف بس على بعض من الدلالات. عندنا في الدلالات ومن اعتقلوا ومن صلبوا، ومن اعتقلوا ومن صلبوا فما تابوا. عندنا في دلالة هان، دلالة على ماذا؟ قال لي دلالة على الإصرار والعزيمة. دلالة على ماذا؟ قال لي دلالة على الإصرار والعزيمة وعدم التنازل عن الحق. أيضا في عندنا دلالة أخرى وهي في قوله فما ملوا سجونهم أبدا، لحديت كلمة إيه؟ مللوا. عنا في دلالة أيضا دلالة على عزيمة الأسرى وقوة تحملهم للسجون والسجان. أيضا كمان عندنا من الدلالات الموجودة في قوله احفظوا في شراييني، لحديت كلمة أنت برضو إيه اللي هي الدفاتر. احفظوا في شرايين دلالة نكتبها هان شوية، احفظوا في شراييني لحديت الدفاتر إنها دلالة على جهاد الفلسطيني بكل ما يملك، وأن الدفاع عن الوطن لا يكون بالبندقية فقط، وإنما بكل ما يتاح للإنسان ما دام حب الوطن في عروقه والأمل في قلبه. أيضا فلسطينية أحزانهم، عندنا هنا برضو إلها دلالة فلسطينية أحزانهم، أحزانهم. عندي هنا دلالة لحديد طبعا كلمة سألوا، فلسطينية أحزان لحديد كلمة إيه؟ سألوا. طبعا هي دلالة على سيطرة حال فلسطين المحتلة على أبنائها، فهم يعيشون همها في كل لحظة ولا ينسونها ولا يتخلون عنها أبدا. طبعا الآن في عندنا صورة كلية، طبعا سواء احنا بيناها في الوجاهي اللي هي الصورة الكلية، بينا الصورة الجزئية. الآن الصورة الكلية من صوت ولون وحركة. الصورة الكلية صوت لون حركة. احنا بيناها في كل مقطع من المقاطع طبعا في التعليم الوجاهي. الآن إن شاء الله بدنا نبين بس للفقرة اللي موجودة معنا هون. لو جينا كلمة ردوا فيها صوت، غير القلم بس. ردوا. عندنا أيضا سألوا، عندنا باحت، عندنا في اللون مثلا زي الشراييني، تراب، الحجارة، الدفاتر، أيضا عيونهم. عندنا الحركة زي أحملوا، عدلوا يعني ما تراجعوا، زي مثلا مل يعني سألوا فيها برضو حركة، وصلوا فيها حركة، صلوبوا أيضا فيها حركة كتير، يعني لسه لو بده يطول إنه إيه موجود كثير.
الآن بالنسبة للفكرة التي تتحدث عنها الأبيات، الفكرة الجزئية: رد الشاعر على رسالة صديقه وتبريره عدم رحيله من قريته أو من بلاده، ووفائه أو وفاء الشاعر، ووفاء الشاعر للشهداء والأسرى. والعاطفة كما ذكرنا سابقا برضو عاطفة الانتماء الوطني. إذا لو بدنا نستخلص يعني بعض من القيم والاتجاهات في الدرس، طبعا حب الوطن، الدفاع عن الوطن، تبجيل، احترام، تقدير، حب من ضحوا من أجل هذا الوطن، أيضا الوقوف بجانب الأسرى، وطبعا والدفاع عنهم، أيضا اللي هو الدفاع عن الوطن باستخدام حتى لو أبسط الأسلحة. كمان ما ننساش أسلوب الشرط، كأن أنا ذكرها برضو أسلوب الشرط اللي هي إن رد وإن سألوا، أسلوب شرط اللي هي جازم وغرضه الإقناع. ما ننساش أيضا بركز على من هنا اللي هي طبعا اسم موصول. هنا طبعا ما هنا فما تاب، وربما هنا مش مختين ما، اللي هي هذه ما نافية، نوعها مائية نافية، وهنا قلنا برضو مائية برضو نافية. إن غرامهم، هنا غرامهم إعرابها اسم اللي هي إن منصوب بالفتحة طبعا، وهم هذه ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ومللوا طبعا اللي هي خبر إن مرفوع بالضمة. لم يصلوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، يصل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه اللي هو حذف النون، علامة جزمه حذف النون، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، واو الجماعة في محل رفع فاعل واو الجماعة. إن شاء الله نكون قد وفقنا في بعض أو شرح هذه الفكرة. لنا لقاء آخر إن شاء الله في الفكرة الأخيرة، والسلام عليكم ورحمة الله.